بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل موضوعنا عن أهمية تنمية الموارد البشرية، وعنوان حلقة النهاردة العنصر البشري تباين وتكامل. التباين مهم بالنسبة للفرد وبالنسبة للكيان الاقتصادي، وبيؤدي إلى التكامل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، وحدة التكوين في المجتمع هي الأسرة، بتتكون من الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، ولكل مقوماته التي تتناسب ومهامه الوظيفية داخل الكيان الأسري. وفي هذا التباين تكامل. المطلوب في موضوعنا النهاردة هو تباين الفرد بأن يكون نفسه بالبحث عن الذات وتحقيقها، وده بيكون من خلال إرشادات الأب والأم أو الآباء لتنمية الطفل النشء في مراحل السن الأولية. وده طبعا مش هيكون إلا من خلال إدراك وفهم علوم التنمية البشرية كثقافة عامة للآباء قبل الأبناء. المنظور الثاني للتباين والتكامل هو التباين والتكامل وقيمة الإبداع عند العنصر البشري. زي ما قلنا قبل كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطي الإنسان لقضاء احتياجاته بيعطيله ليستمتع بالعطية قبل قضاء الاحتياج. وقلنا إن الإنسان عنده 5 وسائل للإدراك، وهي السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. وبالتفاحة كمثال بتتعامل مع 5 وسائل الإدراك. وقلنا أول حاسة البصر بتتعامل مع 3 ألوان للتفاح، الشم من رائحة مميزة، التذوق طعم مميز، اللمس ملمس مميز للتفاحة. وكذلك قطم التفاحة له صوت، لو سجلناه ايديو بنعرف بنميزه من 100 صوت تاني. ده بالنسبة لعطية الله سبحانه وتعالى للإنسان للاستمتاع بها قبل قضاء احتياجاته. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه إنه البديع، وخلق الإنسان مستخلف خليفة له في الأرض، والإنسان من صفاته إنه هو مبدع. بدليل، طيب الفرد لو هو ما عندوش ألوان، يعني معاه القلم الأسود أو القلم الرصاص، بالملكة الإبداعية اللي عنده بيعمل التباين من درجات اللون، يعني أسود فاتح، رمادي، الأسود بدرجاته والرمادي بدرجاته، من خلال تخفيف الضغط على سن القلم من عدمه. وبيعمل لوحة جميلة وهو معاه لون واحد، بس معاه كمان ملكة التفكير الإبداعي. في اللوحة الأولانية الكونتراست 0، اللوحة على ما هي عليه، لسه ما عملناش فيها أي تعديل. هنتابع الترتيب تنازلي في إخفاء التباين، يعني هنقلل التباين في درجات اللون الأسود في اللوحة، وهنشوف لما التباين يخف بيحصل إيه في الرؤية بالنسبة للمنظور أو للوحة اللي قدامنا. اللوحة الأولانية الكونتراست 0، اللوحة على ما هي عليه. اللوحة اللي بعدها كونتراست -20، -40، -60، كل مرة بنقلل التباين، -80، -90، -100. بنلاحظ إن اللوحة أو المنظور بتاع الرسمة أو اللوحة الفنية وهي الفراشة بتختفي تماما لاختفاء التباين. يبقى أول ميزة بتوضحها التجربة دي أو التتابع لتخفيف التباين، بيبان لينا إن كلما كان في تباين كلما ما كانت الرؤية أوضح،
وكلما قل التباين كلما بقى فيه تشويش في الرؤية، أو بيختفي المنظور تماما وبيذوب مع البيئة المحيطة. كذلك بالنسبة لشخصية الفرد، وهو ده المقصود واللي احنا بنهدف إليه. ربنا سبحانه وتعالى من على الإنسان بالألوان اللي بتتعامل مع حاسة البصر، ومن عليه أيضا بالصوتيات اللي بتتعامل مع حاسة السمع. والإنسان مبدع زي ما هو مبدع مع الألوان، مبدع مع الصوتيات. واللي بيخلينا بنقول عليه مبدع، ليه هو مبدع مع الصوتيات؟ ب7 درجات على سلم الموسيقى عمل كل الأعمال الفنية الإبداعية من تاريخ ما ابتدع الموسيقى. 7 درجات: الدو والري والمي والفا والصول واللا واللا والسي، عمل منها تباينات مختلفة وإنتاج متنوع من الأعمال الصوتية. التباينات في ال7 درجات على السلم الموسيقي، وتباينات في الأعمال نفسها الموسيقية، وتباينات في الأصوات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. في المقطع اللي هنشوفه في تباين بين صوتين ل2 مغنيين، تباين واضح جدا، والتداخل والتكامل واضح جدا. في تباين بين الدم والتك في الريتم بتاع المقطوع أو العمل الفني. في تباين في الأداء الخاص بالكورال اللي موجود كخلفية صوتية. في ناس منهم بتقول كلمات، وفي ناس منهم بتقول نغمة معينة خلفية للكلمات. بينتج عن هذا التباين تكامل والخروج بمنتج فني إبداعي من خلال إدارة كل ده بيتم من خلال التعامل مع 7 درجات للسلم أو للسلم الموسيقي. النهاردة المايسترو في أي منشأة أو أي جهة حكومية أو أي وزارة أو أي كيان اقتصادي هو إدارة الموارد البشرية، هي اللي بتدرس التباينات للكيانات البشرية اللي عندها، وبتنميها بالطريقة اللي تحقق أهداف العنصر البشري من جهة وأهداف المنشأة من جهة أخرى، وهي اللي بتعمل التكاملات بما يحقق أهداف المنشأة. هي اللي بتعمل التكاملات بين التباينات بما يحقق أهداف المنشأة، لأن العنصر البشري بدون تنمية إن صح بيكون إضافة للكيان الاقتصادي، وإن لم يصح بيكون خسارة على الكيان الاقتصادي.
مع الوضع في الاعتبار إن في عناصر بشرية تنتمي لمؤسسات وشركات ووزارات وحكومات بتخضع للنظم الإدارية، وبالتالي بتخضع لإدارات التنمية البشرية. وفي عناصر بشرية لا تخضع أو لا تنتمي لأي جهات ولا أي مؤسسات حكومية. عنوان موضوعنا النهاردة كان التباين والتكامل، والعنصر البشري إلى جانب أنه هو بيدير هذه العملية إلا أنه جزء منها كوحدة تكوين في البناء الأسري. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.